بيان صادر عن شباب ريف الساحل السوري الأحرار. بسم الله والوطن. يستمر الشعب السوري العظيم في ثورته المجيدة، وتستمر آلة النظام القمعية في القتل والإرهاب المنظم بحق ثوارنا الأحرار. نحن مجموعة من شباب الساحل السوري وريفه نؤكد أننا جزء من ثورة الشعب السوري، ونقف بلا تردد في موقع العداء للنظام القمعي العائلي العابر للطوائف والقوميات والأعراق. نبرأ منه براءة لا ترد. لا يمثلنا ولا تمثلنا إلا ثورة الكرامة المتطلعة إلى قيم إنسانية عليا، نجد فيها أنفسنا متجاوزين ما يحاول النظام فعله في حصارنا في بيئة أمنية خانقة، اعتمادا على شبكات اللصوص والمنتفعين وعلى التحريض الطائفي الممنهج الذي هيأ له البيئة المواتية من خلال إعلامه المضلل وإجرام عصاباته الأمنية. نحن أحرار الساحل السوري وريفه ندين كافة الأعمال الإرهابية والجرائم التي تستهدف السلم الأهلي وعمليات الخطف والقتل والعنف العشوائي أيا يكن مصدرها ومبرراتها، ونتهم النظام باستهداف الصحفي الفرنسي الحر جان جاكيه، وندين اتهاماته الخرقاء للثوار باستهداف الصحافة وأصوات الحقيقة في البلاد. نحن أحرار الساحل السوري وريفه ندين انتهازية النظام وخبثه في التعاطي مع بروتوكول الحل العربي، وندين من جهة أخرى تباطؤ الجامعة العربية في استخدام أوراقها للضغط على النظام السوري لوقف أعمال القمع الممنهج، وفي اعتقادنا أن سلوكها المراوغ يفتح باب التدوير ويعقد الحالة الراهنة أيما تعقيد. أحرار الساحل السوري وريفه يرفعون تحية الحرية والإجلال لأبطال الجيش السوري الحر الذين رفضوا رفع آلة القتل في وجه إخوتهم في الوطن، وحملوا دمهم على أكتافهم وانتقلوا يزودون عن سلمية ثورتنا بالدم. نؤكد نحن أبناء الساحل السوري وريفه على قناعتنا بضرورة توحيد صفوف المعارضة كونها مطلبا شعبيا، ونثمن الخطوات التوفيقية بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، وندين التلكؤ من أي طرف أتى كونه يشكل تخاذلا عن تلبية نداء الشارع المنتفض في الساحات. الرحمة والخلود لأرواح شهداء ثورة الكرامة، وتحية النصر لثوار سوريا الأبطال في ساحات التظاهر وأبطال الجيش السوري الحر، والنصر لثورتنا. جمعة دعم الجيش السوري الحر 13/1/2012.